يا هلا وغلاء، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ سالتوني كتير قوي بتجيبي اكسسواراتك منين، بتجيبي الفضه منين، وبتحتفظي بالاكسسوارات بتاعتك ازاي. فحبيت ارد على كل اسئلتكم في الفيديو ده، فخليكم معايا. اول حاجه، انا شخص بيحب الاكسسوارات قوي، وانا بحب الاكسسوارات الكبيره اكتر، يعني بحب الحاجات تبقى كبيره وضخمه كده. والاكسسوارات عامه بتعكس شخصيه الواحد. يعني مثلا في ناس بتحب الحاجات الرقيقه قوي قوي قوي، انا مش بحب الحاجات الرقيقه قوي، يعني ان انا شخصيتي مش رقيقه كده، مش بسكوتايه كده في نفسي، لا. بحب الحاجات الكبيره الضخمه الغريبه. زمان مثلا ايام ثانوي وجامعه كنت بحب الحاجات الغريبه الاكورد، عارفين اللي هو. لكن دلوقتي بحب الغريب المميز، بس ما يبقاش غريب اكورد، يعني ما يبقاش غريب اللي هو ايه ده، انت منين انت منين، فاللي هو لا. يعني بقيت بحب الحاجات الغريبه بس بنسبه معينه، يعني تقدروا تقولوا نضجت شويه. في محلات كتير قوي 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 بجيب منها بجد يا جماعه. انا شخص مش بيتقيد باي حاجه، يعني مش بيتقيد ببراند، مش بيتقيد بمحل معين. بس لو في محل او صفحه او حاجه حبيتها برتاح لها وبجيب منها على طول. طبعا في كذا نوع من الاكسسوارات، في حاجات بتبقى زي كده اللي هي شبه الفضه او شبه المعدن، وفي حاجات بتبقى عامله زي كده اللي هي زي حجاره كده، وفي حاجات اللي هي فضه، وفي حاجات اللي هي دهب صيني. انا برشح اكتر لو انت يعني بتحبي الاكسسوار ان انت ايه الحاجه اللي تستثمري فيها واللي مش هتصدي واللي مش هيبان عليها الصدى، اللي هي الحاجات اللي بتبقى زي اسمها ايه، زي الحجره كده، او اقرب احجار. مش مهم بقى احجار كريمه، احجار نص نص، مش مشكله. المهم الحاجات دي ما بيبانش فيها الصدى قوي. لكن الحاجات اللي بتبقى كلها فضه ونحاس ومعادن بتصدي، وخصوصا من عند الرقبه من ورا. يعني مثلا ده وده، هما الاتنين كانوا من ورا لونهم يعني افتح من كده طبعا اول ما جبتهم، بس هما الاتنين النحاس اللي فيهم صدى وبقى لونه اغمق بكتير. وده طبيعي لان المنطقه اللي هم بيبقوا لامسين الرقبه في الحر بقى وكده، فممكن يكون بعرق او ممكن يكون بيجي عليهم برفان او كريم او اي حاجه. فالحاجات اللي هي بتبقى من النوعيه دي سعرها مش عالي قوي والكواليتي بتاعتها مش حلوه، غالبا يعني لونها بيتغير، فالحاجات دي ببعد عنها. اول محل انا بجيب منه اللي هي الحاجات اللي هي زي دي كده، يعني دول مثلا حاجات اللي هي كبيره كده وشكلها زي كوليه مثلا، او مش عارفه بيسموه عقد مثلا. دول من اخر العنقود. اخر العنقود ليه فروع في كل مكان في الدنيا. بيبقى مخصص مكان للاكسسوري اللي زي دي، تمام. وبما اني لسه جايبه واحد قريب فحبيت اوريهولكم. في ناس مش بتصدق، يعني لا، ما الحاجات دي مش موجوده في اخر العنقود، لا موجوده اهو في اخر العنقود. وده كان سعره 370 جنيه، وده شكله ده جديد لسه ما لبستوش. فهو انا بحبهم ما يبقوش طوال قوي قوي. انا الطول ده بالنسبه لي مناسب، وممكن اطوله حاجه بسيطه كمان اللي هو يبقى باين من الطرحه وخلاص. فده كده شكله ده اقرب، يعني ده قصير شويه. طب هنعمل ايه في الحاجه اللي هي تبقى قصيره قوي كده؟ بجيب لها اي سلسله، اي حاجه زياده زي كده، اي سلسله قديمه، مش شرط حتى تبقى فضه ولا دهب صيني، اي حاجه، واطوله بيها من ورا، لان الحته دي مش هتبان خالص من ورا الطرحه. فبيبقى بالطول المناسب اللي انا عايزاه. فده شكله عجبني قوي. كمان كان من اخر العنقود بيبقى فيه سيكشن معين كده للمجوهرات او للمجوهرات يبقى فيه سيكشن معين كده للاكسسوري اللي من النوع ده، غير السيكشن بتاع الاكسسوري اللي هي الذهب الصيني والحاجات دي. احنا هنقول برضو جبت من عندهم دهب صيني، بس بصراحه ما عجبنيش. كان مكتوب عليه ان هو ستانلس وما بيصد، والراجل قال ما بيصديش، ما بيغيرش لون. لا، جبت من عندهم حلقان وغيرت لون. في حاجات بتبقى حلوه، وفي حاجات حسب المورد اللي جايب لهم، او حسب الحاجه المعروضه عندهم. تاني محل، عشان انتوا عايزين تعرفوا اسامي محلات بعينها، تاني محل هو المحل ده اسمه نفسنا. المحل ده موجود في هليوبلس، او يعني مصر الجديده، المرغني، شارع المرغني، اسمه نفسنا. جايبه منه بريسلت هوريها لكم حالا. كنت جايبه منه الاسوره دي تقريبا بقالها معايا، يعني داخله على مثلا سنه كده او حاجه، يعني 9 شهور كده ولا حاجه. لونها ما بيغيرش. بس الصراحه الحاجات الذهب الصيني دي كانت ب160 جنيه. الدهب الصيني بنتعامل معاه بحرص شويه، يعني مش بنخش ناخد بيه دش، مش بنرش عليه برفيوم وهكذا.
حتى لو هما بيقولك ان هو بيعيش. ايا كان الحاجات دي لما بتتعرض للهلك جامد كده لونها بيغير. ثالث محل جبت منه وحاجته عجبتني، هو المحل ده اسمه سو ماتش. المحل ده ليه فروع كتيره في القاهره، ليه فروع في فيصل وفي الرحاب وفي مدينه نصر وفي المعادي. اكتبوا سو ماتش كده على الفيس مثلا او على الانستجرام وهيظهر لكم المحل. مش بعمل له دعايه، اكيد مش هعمل دعايه ل3 4 محلات في نفس الوقت. جبت من عندهم مجموعه الحلقان دي، كانت ب 195. وجبت منهم السلسله الكيوت قوي دي، بصوا شكلها تحفه. دي كانت ب 225 ورقيقه جدا جدا جدا، بصوا تحفه. فالصيني، الحاجات الصيني اللي في المحل ده عجبتني، وهم حاطين عليها الليبل بتاعهم سو ماتش. فده تاني محل. رابع حاجه مثلا ممكن اكون بجيب منها هي اي مكان في الدنيا حرفيا، يعني انا بجيب من اي حته في الدنيا. يعني مثلا العقد ده كنت جايباه من بازار، مش عارفه يعني كان بازار في مول. عقد شكله عجبني جدا جدا وبيليق قوي، بينطق اي حاجه لونها موف. وكنت لابساها قبل كده في فيديو عملت له ستايلنج على الانستجرام. انتوا ليه مش عندي على الانستجرام؟ انا بعمل ستايلنج لحاجات هناك، لبس وحاجات ويعني اجواء مختلفه هناك، فتابعوني. ده بالنسبه للاكسسوري. بحتفظ بيهم ازاي؟ مثلا الذهب الصيني كلمتكم قبل كده على دي في الفيديو اللي قبل اللي فات، كنت جايباها من مينيسو. بحط فيها هنا الذهب الصيني، دي كده هنا حاطه فيها الخواتم. فدي جميله جدا جدا وبتشيل حاجات كتير قوي. وعندي واحده تاني بحط فيها الحاجات الفضه. الفضه بقى بجيبها منين؟ الفضه بجيبها حرفيا من اي مكان. ده خاتم لسه جايلي هديه قريب، شكله حلو قوي. ودي بريسلت من بندورة. ودي حاجات فضه كده عشوائيه، يعني مش عارفه. خواتمي، انا بحب الخواتم جدا جدا جدا. بس العلبه دي صغنونه كده، فساعات بحب اخدها معايا وانا مسافره. لكن العلبه التانية دي كبيره بخليها في التسريحه. وبس يا جماعه، هي دي كانت كل الحاجات بتاعتي، الاكسسوارات بتاعتي. اتمنى الفيديو يكون كان خفيف على قلبكم، يا رب تكونوا استفدتوا في اي معلومه. كان معاكم ايه سليمان، شكرا لكم، سلام عليكم.